السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي حلويات ملكة ام الياس. اليوم ان شاء الله نقدم لكم صابلي بريستيج. ندوزو المقادير. عندنا 3 ديال الزبده ديال 250 غرام، وكنزيدو عليها كنقطعوها 5 مزيان بحال الكيسان ديال هكا، السكر كنقطعوها كلاص. طريفات صغار. هانتوما البنات تبعوا معايا المقادير مزيان. عندنا 3 ديال الزبده و5 الكيسان ديال السكر كلاصي، كنديروهم يطربوا خصهم يطربوا مزيان. كنزيدو عليهم 5 البيضات، ولكن البيض غنبقاو نديرو وحده بوحده، ما نديروش دقه، نديروه كله دقه وحده، نديرو وحده بوحده. ومن بعد كنديرو كاس ونص ديال الزيت، كنبقاو نكبو غير بشويه بشويه حتى كيبقى يطرب هكا مزيان، كيولي لنا بحال الكريمه. هانتوما البنات كما كتشوفوا كيطرب مزيان حتى كيولي بحال الكريم. دابا كنزيدو ندوزو للدقيق، كنديرو فيه 3 الخمارات، 3 الخمارات حمرين، وما خصهاش تدلك. الصابلي ديما ما خصناش ندلكوه باش يطلع لنا صابلي زوين، ما خصوش يتدلك، حيت الا دلكتيه كيكون تيتجمع لك في الفران. ملي غديريه يطيب غيتجمع. حيت كاين بزاف الناس تيسولوني تيقول لي عافاك علاش حنا كنديروا الصابلي في الفران وكيصغار ولا كيتجمع ولا تيخسر ليه الشكل ديالو. هذاك تيكون من الدلك. حنايا انا كتشوفوا كنجمعو غير بشويه، حتى كندخل ليه الدقيق ونخليه ما نقصحهاش. خاصك تعرفي الدقيق اللي زوين اللي غادي يناسب لك الصابلي. هانتوما شوفوا راه رطبه، ما قاصحاش العجينه. هانتوما راه رطبه بزاف. ندوزو دابا باش نبداو الحلوه ديالنا. نطلقوها بالمدلك. انا كنخدم بالدقيق، كنرش بالدقيق. هاد الدقيق هادي ديال سميتها ديال الدقيق كتسهل علينا الخدمه احسن من البلاستيك. الا درتي البلاستيك راه ما كتعطلي في الخدمه، وحنايا الكوموند راه ما خصناش نتعطلو، خصنا دغيا نخدمو الكوموند. ها هي الطاوله الاولانيه، ها هو الشكل الاولاني، هذا الشكل مدور. ندوزو الشكل الثاني، عندنا هذا ديال الكاري. وحاولوا ترققوا العجينه مزيان، هي راه ما غاديش تنفخ ولكن ضروري ترققوها. واخا درنا لها الخميره ما غاديش تنفخ، ولكن خصو يكون رقيق. الصابلي الا كان رقيق تيجي زوين، تيجي في المنظر ديالو زوين، حيت انا كنلصقهم. هذا هو الشكل الثاني، عندنا الشكل كاري. هذا الشكل الثاني. عمرنا الطاوه ديالنا. غندوزو تاني للشكل الثالث. هو الشكل الثالث كما تشوفوا. نبقاو نقادو هكا حتى كنكملوا الشكل الثالث. في هذا الفيديو غندير لكم 3 اشكال ديال الصابلي، هما اللي عندي في الكوموند. الطريقه اللي كندير انايا راه سهله بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند. اما قضيه البلاستيك حيت انا جربتها، هي زوينه في الخدمه ولكن ماشي ديال الزربه. خاص داكشي يكون بشويه مع داك البلاستيك، كتبقاي تهزيو هذيك بشويه. انا هادي لا كنخدم بالزربه باش كتسالي الكوموند ديالك. ان شاء الله في هذا الفيديو غنوريكم
الطريقه ديال التزيين والطريقه ديال الشوكولات وكل شيء. ها هما دابا ملي طيبناهم هانتوما كما كتشوفوا راه ما من فوق ما حتى حاجه، كيبقى في الحجم ديالو كما هو، كما شفتوا في العجينه كما هو. نتوما كما كتشوفوا رقيق. هذا كنرققوه بزاف. بالنسبه للفران البنات خاصكم تكون عليه العافيه مهيله بزاف، خاصكمش تجهدوا عليه الفران باش يجيكم زوين. ندوزو للناباج. درت هنا 3 المعالق ديال السنيده مع الناباج، خاصو يغلى واحد شويه، واحد تقريبا شي قسمين هكاك، خاصو يغلى باش ملي نبداو نلصقو به يلصق لينا الصابلي مزيان. هذاك الشوكولات كالا كما وريتكم في داك الفيديو ديال السلعه، انا كنستعمل كالا. المهم مره الا تقطع كالا الا ما لقيتوش كندير داك اقبال حتى هو زوين، ولكن هاد كالا تعجبني حيت كيدوب. ملي كنكون تنخدم في الكوموند تنطيب العجينه كنحطوه فوق الفران، ما كنجي نسالي العجينه حتى كنلقاه دايب هو دغيا تيدوب، ما تياخذ ليناش الوقت، وما كنضيف ليه حتى حاجه، ما كندير لا زيت لا حتى حاجه. المهم بوحدو هو زوين، حتى في المذاق ديالو زوين بحال البيض. وخصوصا البنات هذا البيض ملي كيدوب ما تيديرش دوك الحبيبات. ملي كنعمر دوك القرعي باش كندير فيهم الشوكولات ما كيسدش ليا داك ما كتسدش ليا القرعه. المهم تتكب مزيان، ماشي تيكونش فيه دوك الحبيبات اللي غيسدوا القرعه. دابا نوريكم القاع باش كنخدم دوك ديال الشوكولات، كيسهلوا علينا الخدمه بزاف. هانتوما شتي كيفاش داب لينا، كيجي زوين هو في الخدمه وفي المذاق ديالو زوين. دابا غادي ندوزو نوريكم كيفاش نلونوا الشوكولات. كنشريو هادو ديال الملون ديال الشوكولات، كتقول لي عطيني ملون ديال الشوكولات، حيت كاين ملون تاع العجينه وكاين ملون تاع الشوكولات. حيت ملون ديال الشوكولات يقدر تلوني به العجينه الا ما كانش عندك ملون ديال العجينه، ولكن ملون ديال العجينه ما خصكيش تلوني به الشوكولات، حيت الا درتي فيه تيولي لك بحال الحجر. كنديرو غير شويه وتنبقاو نحركو حتى كيعطينا داك اللون اللي بغينا، واللي كيخصنا كنزيدو تاني. على دابا انا ما داك فاش درتو ما جانيش غوز بزاف، زدت مازال نبقى نحرك مزيان. هو تيبغي تحرك، حركي حتى كيولي لك اللون اللي بغيتي. نقدر الا ما بغيتو غوز يكون غامق راه غنزيد شويه ديال الملون، ولا بغيتو غوز يكون بارد بحال هكا راه نخليه بحال هكا. يقدر تلوني بسميتو بشوكولاط فيرميسي حتى هو تيلونو به، بيتي لون خضار بيتي لون سميتو بالفيرميسي الالوان كتلوني به. حيت هادو ديال الملونات ديال الشوكولاط غاليين شويه، ولكن انت تاخدي بحال هاد الحكيكات هكا تقول لي عطيني تقدر اللي بغيتي 20 درهم بغيتي 30 درهم بغيتي القدر اللي بغيتي، وكتبقى عندك زعما ماشي زعما تيتقادى دغيا كيبقى عندك. ودابا نخدموا بهادو ديال الشوكولات، غادي نعمروا هاد الوريضه وريتها لكم الصوره. ندوز دابا الشكل الشوكولات الكحل، ها هو حتى هو ملي كيدوب عندك كيجي في داك البريمو تيلمع. غنعمروا بهذا الشكل هذا داير بحال الحلزونه. غادي نعمر القريعه. هاد القريعه هي اللي كنستعمل انايا الشوكولات، لا الشوكولات بياض لا دايره 5 القراعي، دايره وحده ديال الكحل وحده ديال البياض وحده ديال الغوز وحده ديال الشيبي.
وحده ديال البيستاج. المهم ساهلين في الخدمه. هو هذا ملي حيدناه ملي درناه في الفريغو جمد لينا، غادي نزوقو به. ها هو تاني في الكحل، ها هما شتي فيه البريون. هو بصراحه هو شكلاط زوين. هاد كالا هو اللي هو زوين فيه الخدمه، وزوين لا في المذاق لا في الخدمه ديالو. دابا غادي ندوزو للتلصاق. كنلصقو الصابلي ديالنا. النباج من بعد ما غلا مزيان وبرد، زدتو النكهه ديال الحامض. دات ليه النكهه ديال الحامض كتجي في الصابلي زوين. كنديرو النكهه اللي بغيتو، نكهه ديال الليمون، نكهه ديال الفريز. المهم هاد الكميه ديال هاد العجينه اللي سميتو غادي نلصقها بالنباج فيه النكهه ديال الحامض. بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند، هاد العجينه اللي درت لكم اليوم كتخرج 3 كيلو ونص ديال الحلوى. هذا هو الشكل الثاني. هذا الشكل عادي كندهنوه الفوق بالنباج. النباج ما فيه حتى شي نكهه بوحدو، وكنديروا ليه كاوكاو فيلي. تقدر ديري اللوزي فيلي ولا على حسب الطلب ديال الكليان. انا درت ليه انا كاوكاو فيلي. هو كيجي سامبل هكا عادي، ولكن تيجي زوين في المنظر. يقدر ديري ليه ديك الخويطات ديال بالشوكولاط بيض، ولكن الكليانه ديالي قالت لي بغاتو هكا عادي. ملي ديري ليه دوك الخيوط ديال الشوكولاط كيجي شويه تيعطي شويه المنظر. كندهنو الوجه ديالها بالنباج باش كيعطينا داك البريو زوين. وكنديرو كوكو في اليدان ساهل، ماشي ما فيه حتى شي صعوبه. هذا الشكل الثاني. الشكل الثاني كندهنو بالنباج كما العاده. انا كنخدم بالنباج بزاف. يقدر اللي كيبغي الجليكوز سميتو، انا كندير النباج. كنديرو ديك الشوكولاته كحله من الوسط، وكندورو الجناب الكاوكاو. كاوكاو ملي كان وريتكم الطريقه ديال داك النهار تنقليوه. وهذا دابا انايا ما خصكمش تخليوه يتقلى بزاف. انا هذا شويه داز لي عليه سميتو دازت ليه العافيه شويه. تخليوه شويه بيض باش كيجي في الحلوه تاني حسن يكون هكا قهوي بزاف. وسميتو تغربلوه ضروري، خصو يتغربل باش يولي لك في القياس كل حبه مع اختها. هذا الشكل الثالث كندهنو تاو بالنباج من الفوق. كنديرو ليه ديك الوريضه من الوسط. هادي في الغوز، ممكن ديرها في الابيض، ديرها في اللون اللي بغيتي. كنديرو لها كاوكاو من الجناب. كتجي حتى هي زوينه وغزاله. كيطلبوا ليا الناس بزاف في السبوع باش كيديروا السبوع هذا على حساب البنيات. كيجي الشكل ديالها زوين، واخا هي فيها مع كتهرس بزاف، ولكن الشكل ديالها زوين. وهنا البنات بعد ما سالينا لي كوموند ديالنا حنا كنستفو في كرتونه. كما قلت لكم هاد الكميه ديال الحلوى اللي خدمت لكم اليوم كتخرج 3 كيلو ونص، ولكن انا غادي ندير غير 2 كيلو في هاد الكرتونه. هما ملي سالينا الشكيلات ديالنا. هذا هو سامبل، وهذا فيه وريضه غوزيه، وهذا فيه الحاله زوينه في الكحل. كيجيو زوينين. وبصحه والراحه البنات. وكنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو.
وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، وشكرا.